ورجل لعين صاحب أموال طائلة وعنده بنت واحدة، وبلغ من البخل ما لا يوصف، فكان كل يوم إذا بيطلع من الصباح من بيتهم ينطي بنته 3 أرغفة منه. كل هذا 3 الأرغفة زادت لين أنا أجي بالليل. أنا إذا أجي بالليل خلاص صاحب أموال ولا عنده إلا هالبنت. فيوم من الأيام طلع بعد طلوعه شوية وإذا الباب يقع، باب بيته. قامت البنت قالت من هذا؟ وإذا واحد يقول اطعموني على محبة أمير، اطعموني أنا جائع، عندي عيال جياع، فعلى محبة أمير المؤمنين اطعموني. فقامت هي هذه البنت فتحت الباب وسلمت 3 أرغفة. شافهم فرح، راح مسرع بيروح لعياله عشان يطعم. هل فيها العثار ذاك اللعين جاي انتبه تعال شاف الأرغفة عنده. قال له انت من وين هالأرغفة هذه اخذ؟ قال له والله من البيت الفلاني. شلون اخذتها؟ قال طرقت الباب وقلت لهم اطعموني على حب امير المؤمنين. انطونها 3 الأرغفة. قام اخذ الأرغفة منه وضرب الرجل ورجع الى دار. بنت شافت الأرغفة عنده حست بالشيء. تعرف ليش انطيتيها الأرغفة؟ قالت سألني سائل، هذا سألني وانطيته. قال ليش تنطينا؟ قالت سألني بحبي علي أنا أنطيته. قال ما علمت عن أبغض رجل طلعت عليه الشمس عندي هذا الرجل، ليش تنطيه؟ قالت لو أنا أحب رجل طلعت عليه الشمس عندي هذا الرجل، تخالفين أمري؟ قالت مسألة الحب ماكو شيء اسمه مخالفة وطاعة، حب علي هذا الدين. أخذ وياها بأخذ وعطى. قالها يعني تخالفيني، أنا ما أريد واحدة تخالف لي تعيش معي تحت سقف واحد. وهذه اليد اللي انمدت في حب علي أنا بقطعها. مدت إيدها وقطعها ورمى هذه البنت خارجة. هذه البنت ما لها أحد، ما لها ملجأ، هامت على وجهها في البرية، وين تروح وين تلتجئ، إلى أن لاحت لها في الصحراء شجرة، قصدت رمت بنفسها تحت تلك الشجرة والدماء تنزف وإيدها المقطوعة في يدها الثانية شايلة. ملك تلك البلاد صادف ذاك اليوم طالع إلى الصيد، طالع للصيد، وحل عليها الظلام هو في الصحراء ما بعد يجي إلى قصره. حل عليها الظلام، لله الحكمة فيه، حل عليها الظلام هو في الصحراء، وإذا يشوف في وسط الصحراء نور. والعجيب لو هذه نار مشتعلة ما يرتفع نورها هالارتفاع هذا، لابد ان اكو شيء. فقصد هو وحاميته الى مصدر ذاك النور، ما اقتربوا الا شافوا حيوانات لا عدد لها ولا حصر محدقة بشجرة والنور يطلع من تحت هالشجرة. يوم اقترب وهي حاميته هربوا الحيوانات، والحيوانات محدقة ودموعها تنحدر على حدودها الحيوانات. يوم اقترب من تلك الشجرة وإذا بفتاة بلغت من الجمال ما لا يوصف، مغشي عليها والدم ينزف من زنها. عمر اللي وياه شالوها وداها إلى القصر، أرسل إلى طبيب القصر جاء وطبب وقف نزف الدم. انتبهت من غشوتها، شافت نفسها على فراش يعني على سرير، ارتاعت. قال لا تخافي بنيتي، لا ترتاعي لا تخافي. شنو قصته؟ شنو قضيته؟ قالت دعني وهمي. قال لا لابد تقولي شنو قضيتك، وايدك مقطوعة، من هو اللي قطع ايدك؟ قالت لقطع يدي والدي. اب يقطع ايد بنته؟ ما يصير، ليش قطع؟ شنو انت مسويه شيء يعني يسود وجهه؟ قالت لا والله ما عندي ذنبي حبي لعلي بن ابي طالب، جناية ما عندي بس حبي حق علي. قال بس انت حبك لعلي خلاك يقطع ايدك؟ قالت نعم. قال طيبي نفسا انا من المحبين لعلي بن ابي طالب، انت تعتبرين الان بنت. هذا الملك عنده ولد والي على بلاد ثانية، ارسل كتاب الابنة في المنطقة الثانية، قال له اذا اتاك كتابي فاعزم بالرحيل واتي الي فاني سازوجك في الليلة التي ستصل بها الى البلاد. وصل الكتاب الابنة بعد ينفذ الامر. اجا الحق هالبنت هذا الملك، قال انا عندي ابن وارسلت لي في بلاد ثانية وانا اخطبك ليه، شنو رايك؟ قالت لا انا الان تحت تصرفك والامر امرك، اللي انت تسويه انا حاضره. السر هذا الاب يشوف واحدة مؤمنة ومحبة للامام مثل هذه ما راح يحصل. فاجا ابنه يوم وقت اللي وصل بدأوا في الزفاف، زفوا البنت الى غرفتها شوية واذا يزفون ابن الملك الى غرفته، جلس جنب زوجته يتحدث وياها وهي تتحدث وياه وهي منكسة براسها. التفت لها قالها علي بقدح ماء اريد اشرب. قامت البنت روحي فداها وقصدت الى القلة، سكبت منها في القدح ماء وجابت ومدت القدح بايدها اليسرى. فقام ياخذها من باب المزاح هو قالها، قال عجبا لابي زوجني ببنت لا تعرف يمينها من شمالها. هذه ابو ما قال لان ايدها مقطوعه، يقول عجبا لابي زوجني ببنت لا تعرف يمينها من يسارها.
فهذا انخمش قلبها، قالت اتاري ابو ما قال لان ايدي مقطوعة، وهسه بيدري ان ايدي مقطوعة يمكن يطردني من الغرفة. فانزوت في زاوية الغرفة تبكي، وما وقفت عن البكاء. ابن الملك قال انا خليني انا ارتاح وبكرة انا اتكلم ويا ابويا ويصالحني عليها. اثار الملك حاسة قلبه بهالقضية، وثقب في الباب مال غرفة ابنه الثقب، ويطالع باللي يصير في الغرفة حتى يبي يشوف اذا كان ابنه بيتعدى على البنت يعني بيأذيها وبيطردها هو يتدارك الامر. والملك يطالع من الثقب اللي في الباب، واذا هو يشوف سقف الغرفة قد انشق الى نصفين، واذا تابوت ينزل من السماء الى الارض الى الغرفة، وابن الملك نايم وذيك في زاوية تبكي، وهذا الملك يشوف هالتابوت اللي نازل من السماء يشق سقف الغرفة وينزل الى الغرفة، واذا شوية يتبطل باب في التابوت وتنزل سوادة من ذلك التابوت، وتقصد السوادة الى تلك البنت هذه رفعت راسها شافت سوادة واقفة يمها ويرتعد. من انت؟ قالت ما عرفتيني؟ ما عرفتيني؟ من وين؟ قالت انا مولاتك فاطمة، انا ام الحسن والحسين. وضمت البنت الفدر، والبنت تقول انت مولاتي فاطمة؟ منو انا تشيني فاطمة؟ منو انا وشنو مقام تشيني فاطمة؟ وهي ضمتها، واذا بفاطمة تلتفت الى جهة التابوت تصيح علي يا علي. اجابها لبيك يا ابنة رسول الله. قالت لها البنت قطعت يدها في محبتك، اريدك ترجع ايدها الى حالتها الاولية، ترجع ايدها لحالتها الاولية. واذا الامام بكف يده، كف موجودة، ويحط تلك الكف على ذلك الزند ويمر به. هلا يا امير المؤمنين، شيعتك في محنة في بلاء، وما عندنا ملجأ الا انت يا علي، ما عندنا غاث ونستغيث به الا انت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له الا انت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي. مرت تلك اليد المباركة على تلك اليد المقطوعة، فعادت كما كانت واحسن. واذا بتلك الفتاة اخذت تقبل يدي فاطمة، وتشوف ايدها صحيحة رجعت على زندها، ودعتها فاطمة وركبت في التابوت، وركب وياها الامام وارتفع التابوت والتحم سقف الغرفة. ابوه هذا الملك ابو الولد دخل الباب ويدخل، رمز الباب ودخل ينادي بنية انتبه يا بني انتبه. نعم ابا. قال له انت تدري انا زوجتك من هو؟ قال له ايه هالفتاة؟ قال له هذه فتاة دورها فاطمة ويدورها علي. وروح اسأل اللي في القصر كلهم يقولوا لك ان ايدها مقطوعة، لكن تعال شوف ايدها ردها علي مكانها. يا علي يا علي، انت علشان ما تكسر خاطر هالبنت رديت ايدها على زندها. شلون تخلي خاطر الحسين مكسور وما رديت ايد العباس على زنده؟